السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده بقى عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل ايه؟ حمام كده بطريقه بسيطه وسهله وان شاء الله تكون حلوه على قلوبكم. هنعمل ايه الحمام بقى بسيطه سهله بطريقه سهله خالص. هنجيب بصلتين كبار ونقطعهم كده، وبعد كده نشوحهم في حته زبده صفرة، وبعد كده هنضيف عليهم القوانص الاول، وبعد كده تاخد تشويحه، وبعد كده هنضيف الكبد. المهم ابتديت ان انا اضيف الحاجه واحده واحده، وابتديت ان انا اشوحها كلها لحد لما بقت جميله معايا، وبقت يعني مستويه نص سوا كده. المهم بديت ان انا اقلب في المكونات ديت، وبعد كده ضفت ملح وفلفل وشويه بهارات فراخ او شويه بهارات لحم اللي عندك ضيفيه. انا ديت البهارات ديت المكونات الاساسيه عندي، او المكونات الاساسيه في اي بيت بضيفها على اي اكل بصراحه ان انا اعمله. لا بضيف بقى حاجات تانية، لا جوز الطيب ولا اي حاجه ولا الكلام ده، موجودين عندي بس مش بضيفهم غير لحاجات وحاجات. المهم بقى هنجيب شويه رز كده، يعني قيمه كوبايتين او كوبايه ونص. هنا بقى كنت خلاص غسلت الرز، وابتديت ان انا اضيفه على البصل والكبد والقوانص بتاعه الحمام، وشوحتهم بقى كمان مع البصله ومع الكبد والقوانص عشان ياخدوا طعم من بعض كده. وبعد كده الرز ياخد يعني تشويحه صغيره كده، يعني بحيث ان انا لما اجي احشيه جوه الحمام يبقى يبقى واخد سوا. هنا بقى كنت معايا الحمام وغسلاه غسله حلوه قوي بميه وملح وخل وليمون ودقيق. وهنا بقى كنت ابتديت ان انا خلاص هحشيته، وحبيت ان انا اوريه لكم وهو محشي. وخلاص بقى ابتديت ان انا خلاص خلصت كل الخليط. بصراحه المكونات ما كانتش مكفيه معايا، يعني الرز كان شويه. وده بقى يا حبايبي الشكل النهائي بتاع الحمام.